مساء الخير لجميع المتابعين ونرحب بالأستاذ والكاتب والصحفي ريبر هبون. كيفك ريبر؟ مساء الخير. مساء النور، تحياتي لك أستاذ ريكاردو الخوري، وتحياتي لمتابعينك ومشاهدين منصتك. وعسى أن نقدم اليوم شيء يوافي الحدث ويواكب المستجدات الراهنة والساخنة على الساحة الشرق الأوسطية والإيرانية خصوصا. الحقيقة نحن هلا أكثر من مرة طلعنا وحكينا ودردشنا مثل ما بيقولوا، بس دائما أنا كنت أكون الوضع الكردي، المسألة الكردية كثير معقدة وبدها حديث لحالها، يعني ما وخصوصا إنه نحن أهل الداخل ما كثير بنعرف، يعني نحن معلوماتنا سطحية جدا بالمناسبة. وطبعا في بعض اللوم يقع على الإعلام الكردي بشكل عام لأنه ما زال ضعيف بالمناسبة، يعني لحد الآن ضعيف. أنا بالله يعني ما في قنوات تلفزيونية معروفة تحكي بالعربي توجه كلامها للناطقين بالعربية بالدرجة الأولى. ما بنشوف حركة قوية على اليوتيوب. يعني كان بيطلع، يعني كان انت بواحد مثل مثلا قاعد على اليوتيوب تقريبا طول النهار لازم يطلع شيء مثلا فقط كردي، فقط يتحدث بالعربي، يغير هالعقلية هاي تجاه الكرد، هالعقلية التي يعني لا توصف. يعني المنطق الذي يتعامل به العرب مع الكرد أو الأتراك مع الكرد والإيرانيين والعراقيين منطق مهول، منطق غير طبيعي. يعني لو كان عم يطبق على العرب نفسهم كانت قامت القيامة من دون أي مبالغة. تخيل أنه لو كانوا العرب أقلية بأي دولة من الدول بتجي تقول له أنت ممنوع تحكي عربي، أنت مانك عربي، إذا بتحكي عربي بيحطك بالسجن، ممنوع تفتح مدرسة، ممنوع كله ممنوع، لأنه أصلا أنت مانك عربي، ما بصير تحكي عربي. وهذا الشيء طبعا صار عمليا مع كل الأقليات تقريبا. هلا بهي النقطة الأولى أنا حابب أعلق عليها، نقطة أنه ما في أقنية ناطقة بالعربية يعني تفهم المثقف العربي معنى القضية الكردية وظروفها وتداعياتها. طبعا هلا حكي هذا اختلف قبل ما تتعدد وسائل التواصل الاجتماعي، كان هذا الكلام صحيح، لكن بعد هي الطفرة اللي حدثت بعد ما يعرف بدايات الربيع العربي صار في منصات ناطقة بالكردية، سواء منصات فردية أو منصات إعلامية. مثلا هناك قناة زاغروس ناطقة بالعربية تبث ما يتعلق بالشأن الكردي والكردستاني العراقي بصورة خاصة. مثلا في قناة روداو النسخة العربية، قناة روداو. أيضا قناة شمس ناطقة بالعربية تتحدث عن القضية الكردية والوضع الكردي والحياة الكردية. هناك منصات ناطقة، قناة اليوم هي قناة تبث يعني تتحدث عن وضع بشكل عام، تسلط الضوء على الكرد في غرب كردستان في سوريا. يعني هناك منصات ناطقة بالعربية وتتحدث عن الشأن الكردي، ولكن الجمهور العربي أو الشرق الأوسطي هو جمهور انتقائي، يعني يختار ما يريده وينفر مما لا يريده أن يسمعه. يعني المثقف الشرق الأوسطي هو ضحية أنظمته، خاصة القوميات السلطوية. يعني هي القومية العربية قومية سلطوية، قومية تركية سلطوية، قومية فارسية سلطوية، يعني معنى لها دولة ونفوذ. لذلك دائما القى اللي عندهم الاعراق اللي عندها دوله وعندها هذا التشبع السيادي، فبيحكوا من رؤوس مناخيرهم، حتى انه بيتعاملوا مع الاقليات اللي المصادفه الجغرافيه ولعنه التاريخ ما اعطتهم الدوله، فبيتعاملوا معها من منطلق السيد والعبد، نظريه السيد والعبد. بوجود هاي النظريه صعب انه حتى اذا صار في قنوات 1000 قناه كرديه ناطقه بالعربيه، صعب انه
المثقف العربي او ما بنقول العربي، نقول العروبي او القوموي، انه يردم هي الهوة بينه وبين الكردي وغير الكردي مثلا، وانه يطلع على واقعه ووجوده ويكون ناطق، يسمع معاناته. فهي هي النظم المركزية خلقت شعوب على شاكلتها، لبين ما تستوعب هاي الشرائح المصابة بفيروس التعالي القومي، بدها وقت، وحتى يجي هذا الوقت بيكون اللي ضرب واللي هرب. نعم، إيه معك أنا بهالمسألة. يعني مشكلة الطرف الآخر عدم التقبل. أنا بتذكر أنا نفسي بالثمانينات بسوريا كان في قناعة شبه تامة، يعني نتيجة الإعلام والضغط الشعبي خلينا نقول. يعني أنت بتسمع من الناس اللي حواليك، ما كان في طبعا بذيك الأيام وسائل التواصل الاجتماعي، انه اياكم اذا بتسمحوا للكرد باي نوع من الاستقلال راح يصير في اسرائيل جديده وتتمدد وزتكم بالبحر. هذا كان المنطق يعني. فلذلك كان القمع كان مبرر. والاغلبيه الساحقه بالمناسبه من الناطقين بالعربيه، خلينا نقول ما بحدد كل الطوائف الاخرى، كانت شبه مقتنعه بهالكلام. مع الاسف الشديد يعني نادرا ما كنت تلاقي حدا انه بده يسمع. انا ما بدات اسمع للكرد الا رحت على ابو ظبي، لحتى اجتمعت بشخص كردي وقعدت سمعت، يعني اني هيك اقعد اسمع، بس اسمع يعني، بس اسمع وجهه نظره. يعني عرفت كيف؟ يعني انا كان عمري 25 سنه ماني قاعد مع واحد كردي في سوريا يتجرأ انه يحكي بالقضيه الكرديه. بس ما راح اقول لك اكثر من هيك. صحيح. ايام ما قبل هذا احداث الربيع العربي كان كثير طلاب ايام كنا بالمرحله الثانويه يعني عندهم فضول، بدهم يعرفوا مين هن الكرد ومن وين جايين ومن اي، ولغتهم تنتمي لاي لغه واي شيء. يعني ما كنت اقدر استرجي جاوبهم، لانه كنت اقول يعني بلكي هذا حابب يكتب فيني تقرير. يعني مثلا بالمدينه الجامعيه في كان شخص من الطائفه المرشديه، يعني كان شخص هيك يعني مهنته مخبر، يعني كتيب تقارير. كان يقول لي انه انا بعرفه، انا زميله اللي بالغرفه معه كان المكون العربي، يعني كان عربي بس ما كان يبقى بالمدينه الجامعيه. ليش؟ قال هذا بيكتب تقارير مخبر. قال لي قبل ما اروح تعرف عليه. فمره من المرات كنت دقيت بابه قل له انه هذا حسن موجود؟ هذا قال مو موجود، واستقبلني بكل حفاوه، وانا بعرفه انه هو مخبر، بس حبيت او حاولت اخاطب جانب الانسان فيه. قال انه انا بحب الفنانين الكرد، بحب شيدا وبحب اغانيه كثير ومتعلق فيه، وبالفعل حبيت كلامه، شفته انه انسان منيح. عرفني على رفقاته من السلاميه، كانوا كمان كتار مناح. يعني مره قال لي في غنيه لشوفان بروار حابب ترجم لي اياها، انه شو معناها. كانت الغنيه عن مجزره حلبشة اللي ارتكبها نظام صدام حسين بحق الكرد، اللي وقع ضحايا 5000 شخص. فترجمت له ترجمت له الكلمات الأغنية. هو قبل ما شوفان برواري يبلش بالأغنية وبالموال كان يحكي يعني. فقال لي شو عم يحكي؟ فترجمت له. قال لي بعدين وقع على الشيء اللي انت ترجمت لي اياه. ليش بدي وقع؟ قال هيك بدي اشوف توقيعك. وقعت له اياه، وقعت عليه. قال انا مخبر، قال لي هيك بصراحه، انا هي شغلتي، فبدك تبعد عن هي الشغلات حتى يعني صداقتنا تستمر. فهيك شوف حكى. انا بهداك الوقت كنت صرت اصفن كثير بكلامه. يعني على العموم نهايه الفصل جاري استدعاء من امن الدوله، ورحنا قعدنا مع بعض. المهم يعني كان الاستدعاء مثل انذار بالنسبه لي، انه انت هي امور بعد عنها، نحن بنعرفك شاعر وبتكتب قصائد الحب عن المراه، فخليك بهذا المجال ولا تطلع منه احسن لك. يعني كان مفاد نتيجه مضمون او فحوى هذا الاستدعاء هو يمرروا لي هي الرسائل. فانا عرفت انه
هذا المخبر انه مشان خاطر صداقتنا يمكن خفف من غلواء التقرير اللي كتبوا فيني، وحب انه مثل يوجه لي انذار، بنفس الوقت كانه وصاهم فيني انه ما تاذوه. هو شخص يعني عنده هاي الميول القوميه بس مو مؤذي، يعني ما عنده شغلات من خلال اطلاعنا عليه. يعني انا بالفعل انه تعاملي معه كان بس مشان حس في هذا الوازع الانساني، لانه خبرني زميله انه هو مخبر، مشان هيك ما بيقعد معه وما بيختلط معه. فهذا مثال حبيت اضرب لك اياه عن انه كيف كنا نخاف ونتحفظ وما كنا نقدر نجاوب على اسئله وتساؤلات المكون العربي حول الكرد وقضيتهم. هذا كانوا يسموه حيادي ايجابي، يعني هو اكرمك انه ما عملك حيادي سلبي مثلا. يعني هو عم يقول لك ايه، انا كانوا يقولوا لي انت حيادي ايجابي. ثانك يو. anyhow خلينا نفوت بالحامي. ماذا يحدث في كردستان العظمى اليوم؟ طبعا الشأن الإيراني أنا دائما بحاول أفهم من مندي لأعرف فعلا شو صاير، يعني لأنه أنا بالنسبة إلي هذا النظام ما راح يسقط إلا ما يصير في حركة عسكرية على الأرض. وأنا بعرف من أصدقاء إيرانيين قالوا لي إذا بده يصير في شيء على الأرض بإيران لازم يصير من كردستان إيران، لأنه الكرد هن الوحيدين اللي مسلحين، هذا الكلام معروف. فماذا يحدث وماذا سيحدث؟ أنا بعطيك الكلام، تفضل. اليوم 27 الشهر، الأخبار الجديدة اليوم اللي سمعتها هو أنه إيران ترد بهجمات صاروخية، طائرات مسيرة على أهداف المنطقة. صار لها فترة عم تهاجم الخليج، قواعد العسكرية ومنشآت الطاقة. حاليا حسب التقديرات اللي سمعتها أنه عدد القتلى داخل إيران بهي الفترة الأخيرة تجاوز 1900 شخص، هذا بحسب تقرير المنظمات الإنسانية. بالفعل نحن قدام حرب، أمام حرب فعلية وليست مجرد تصعيد. طبعا في كلام عن إغلاق مضيق هرمز، وهو هي قصة كبيرة جدا. بالفعل الحرس الثوري أعلن إغلاق مضيق هرمز وهدد أي سفن تمر فيه، بمعنى أنه عم يتم بالفعل اعتراض أي سفينة قادمة سواء بالذهاب أو الإياب. أسعار النفط ارتفعت فوق $110 للبرميل، البرميل الواحد أصبح سعره 110. العالم كله قلق لأن هذا المضيق يمر عبره جزء ضخم من نفط العالم. طبعا الصدمة اللي ما كنا نتوقعها واللي ما استوعبها خاصة مريدي النظام الإيراني، مقتل المرشد السابق علي خامنئي في ضربة جوية نهاية شهر فبراير، وتم تعيين ابنه خامنئي كمرشد جديد. طبعا هذا حدث لا يتم تمريره هكذا بسهولة، هو حدث تاريخي بحد ذاته، لأنه غير رأس النظام أثناء الحرب. طبعا إسرائيل استهدفت قيادات كبيرة داخل إيران، قيادات سياسية، قيادات عسكرية، وإيران بدورها ضربت منشآت طاقة في الخليج مثل قطر، الإمارات. الوضع صار كل طرف يضرب العمق الاستراتيجي للطرف الآخر. هلا كلام الاتحاد الأوروبي كلام يعني مثل الكورس، يقول أن حرب إيران مرتبطة بحرب أوكرانيا، وهناك اتهامات للجانب الروسي بأنها تساعد إيران بهذا الوقت الراهن، تساعدها استخباراتيا، تمدها بالمعلومات، وأيضا تعطيها طائرات مسيرة. يعني شيئا فشيئا بدأ هذا الصراع يدخل ويأخذ طابعه الدولي، لم تعد هذه الحرب حرب إقليمية. هناك مفاوضات غير مباشرة نسمعها. ترامب أحيانا ببعض تصريحاته المجنونة يقول هناك مفاوضات بين أمريكا وإيران عبر وسطاء، ويقال أنه تم طرح خطة سلام. يعني هناك تناقض بالفعل، يتقاتلون من جهة ويتفاوضون في نفس الوقت. إذن
إيران الآن في حرب فعلية، في أزمة داخلية، وهناك ضغط اقتصادي وتغيير في القيادة، والمنطقة كلها تقف الآن على حافة انفجار أكبر. بمعنى آخر، أي خطأ صغير ممكن أن يحولها إلى حرب إقليمية شاملة. قلتها قبل فترة على قناة كردية، أخبرته أنهم دخلوا اللعبة والآن لا يستطيعون الخروج منها. إذن خلاصة العقل الاستراتيجي العالمي، الهدف الأصلي من هذه الحرب فشل، ويتم تخفيض الطموحات شيئا فشيئا. كبار المحللين الأوروبيين يقولون أن أمريكا وإسرائيل بدأتا الحرب في البداية بهدف إسقاط النظام. رأيت أنه خرج نتنياهو بعد فترة وخاطب الشعوب الإيرانية: أيها الإيرانيون، أيتها الشعوب، أيها الكرد، البلوش، الأزريين، قوموا وانتفضوا. لكن بعد أسابيع تغيرت اللهجة شيئا فشيئا، أصبح الهدف هو احتواء إيران وليس إسقاط النظام. لماذا؟ لأن النظام الإيراني على عكس التوقعات لم ينهار رغم الضربات واغتيال أهم قادته، بل على العكس ازداد تماسكا داخليا. إذن نرى أن الحرب تحولت من ضربة قاضية إلى نزاع طويل غير محسوم. إيران الآن لا تحاول أن تفوز بسرعة. إيران عقيدتها التالي: اصمد وسينهمك خصمك. إنها تلعب ببساطة لعبة الاستنزاف الطويل. كيف؟ بأن تضرب الملاحة والطاقة. هذا أهم ورقة ضغط لديها هي مضيق هرمز، وأنها تستمر وستستمر بالهجمات الغير المباشرة سواء عن طريق الصواريخ أو المسيرات. الهدف من ذلك خلق ضغط اقتصادي عالمي، بمعنى إيران تجعل الحرب مكلفة لدرجة أن أمريكا نفسها تريد الخروج ولا تستطيع. طبعا هناك محللين إسرائيليين يقولون إيران مستعدة لحرب طويلة، لكنها لن تستسلم، فقط قد تفاوض بشروط. نعم، أمريكا وإسرائيل عسكريا تفوق لا يمكن لأحد أن ينكره من الناحية العسكرية، لكن إيران أيضا تتفوق في الحرب غير التقليدية. على الرغم من أن أمريكا وإسرائيل تشن ضربات دقيقة، إلا أن إيران بيدها الآن وكرد أن تغلق مضائق وأن تحرك وكلائها وأن تخلق الفوضى في عموم المنطقة. صحيح أن إسرائيل وأمريكا قادرة وهي مسيطرة من الناحية الجوية، لكن إيران بيدها القدرة على أن تكون أو أن تحدث من هذه الحرب وأن تكبد إسرائيل وأمريكا كلفة اقتصادية باهظة. لذلك رغم تفوق الغرب عسكريا، إيران لا تزال تمتلك ورقة الاقتصاد العالمي. هذا ما سيخلق وقد خلق بالفعل حالة جمود. الآن ما نسمعه من أمريكا، البنتاغون يقول يدرس خيار غزو بري محدود أو واسع. ما الهدف منه؟ الهدف حسم الحرب بسرعة أو السيطرة على البرنامج النووي. لكن هذا الخيار مرعب، هو كابوس، لأن إيران بدورها جهزت أكثر من 1,000,000 مقاتل، وجغرافيتها معقدة، وأهل مكة أدرى بشعابها، هم يعلمون بهذه الجغرافيا جيدا، والحرب قد تتحول إلى 10 أضعاف العراق على أمريكا وإسرائيل. إذن نستنتج من هذا الكلام أن الحرب لم تعد عسكرية فقط، بل هي حرب عقول، هي معركة كسر عظام. إيران تلجأ الآن من الناحية الإعلامية، تلجأ إلى التفضيل الإعلامي وتقوم بنشر فيديوهات بالذكاء الاصطناعي تبدو أنها حقيقية وتحرك الرأي العام الغربي. ما الهدف من ذلك؟ الهدف برأيي هو
تقسيم المجتمع الأمريكي وتقليل الدعم الشعبي الأمريكي لهذه الحرب. يعني أن المعركة ستنتقل إلى السوشيال ميديا، إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولن تكون حبيسة الميدان. إذن ثمة خيارين سيئين يطفوان على السطح. الخيار الأول وهو تصعيد ضخم، غزو أو ضرب شامل، وهذه مخاطرة تذهب إليها الأطراف عنوة، مخاطرة بحرب إقليمية كبرى، وهناك تفاوض يظهر كأنه تراجع وضعف. إذن كل طرف يعتبر الآخر تهديدا له، وهذا يجعل كل الأطراف تزيد من تسليحها، وبالتالي تنفجر المنطقة ولا يعود خيار العودة إلى السلام أو إلى التفاوض ممكنة. إذن لا أحد يسيطر بالكامل، ولا أحد قادر على إنهاء هذه الحرب بسرعة. إيران أعصابها لا تزال مشدودة ولا تزال متحكمة، وأمريكا تحاول تجنب الغرق في مستنقع أشبه بمستنقع أفغانستان ومستنقع العراق. نحن الآن في بداية حرب طويلة باردة وساخنة في آن معا، حرب بمختلف الطرق والوسائل، مباشرة واستنزاف وكذلك ضغط اقتصادي. نعم. طيب، يعني اليوم إذا صار في إنزال بري، الإنزال البري متوقع أن يكون إنزال محدود، ومع وجود ضربة كبيرة ما بعرف شو بدهم يضربوا، يعني لأني غالبا بدهم يستخدموا أسلحة غير مستخدمة سابقا، يحاولوا أنه يعملوا شريط أمني بحيث خلينا نقول بعمق 100 كيلومتر أو 150 كيلومتر لحتى يزيلوا خطر المدفعية هي المشكلة الرئيسية، لأنها بتبقى قابلة للتحريك وما فيك أنت تصد قذيفة مدفع. يعني إذا في واحد حاطط مدفع وعم يضرب عليك ما فيش بوقفه. ما نعرف شو اللي بدهم يعملوا الحقيقة، يعني شو هي الخطة ما حدا بيعرف. وكل ما ترامب قال أنا عم بعطيهم مهلة وإن الأمور عم تتحسن، بالقوم بتصير ضربة أكبر منها. يعني عم يحاول يموه بهاي الطريقة، وبيهمه إنه ما تطلع كثير أسعار النفط. الحقيقة نحن ما حدا بيعرف شو اللي بده يصير، ولكن موضوع مواجهة فيس تو فيس على الأرض أشك إنه بتصير، لأنه ممكن إيران تجند. يعني في ناس عقائديين كثير، والدليل اللي صار أكبر دليل الحرب مع العراق نفس الشيء. فكروا إنه صدام ثاني يوم بصير بطهران، يعني إنه خلاص يعني هو بس يضربهم انتهى الكلام، يعني انتهت الثورة الإيرانية. عم صار يجندوا الأطفال، صاروا الأطفال يروحوا يتجندوا ويموتوا، يروحوا يموتوا يعني. المشكلة لما بيكون في عدو خارجي بيتحرك الحس القومي، هاي الكارثة الكبرى. يعني حتى بحرب 12 يوم أنا حكيت مع إيرانيين كثير، يعني ما مثل ما بيقول لك قبل حرب 12 يوم. هو كإيراني فارسي حاسس انه اهين بضرب المفاعلات النووية. فلما انت بتكون دائما، ومعروف الدول الدكتاتورية انه انت اذا بدك تحسن وضعك الداخلي اخترق حرب. يعني معروف، يعني كل شعوب العالم عملتها، يعني على مدى سنين. روح حارب بصير الشعب معك لانه صار في عدو خارجي. هاي عملها بالارجنتين مثلا، يعني بالارجنتين لما صارت حرب فوكلاند نفس الشيء، أزمة اقتصادية هائلة قام راح احتل فوكلاند. ليه؟ لأنه عم يحل مشاكله الداخلية. إيه عم يقولوا الشباب إنه الخامنئي مو فارسي صح، ولكن هو في تحالف أذري فارسي بشكل عام. يعني هدول القوميتين متحالفين، واثنين شيعة طبعا بأغلبية ساحقة، إذا ما كان 100% شيعة.
انه نحن وين رايحين. نحن بدنا نبلش نرجع لموضوع كردستان. هل هناك حركة عسكرية داخل كردستان؟ هل هناك خطة؟ هل هناك خطة A وخطة B؟ شو معلوماتك عن الموضوع؟ طيب هلا خليني اعلق على اللي طرحته بالبدايه. طبيعي، بشكل طبيعي يعني هذا شيء بديهي انه الرئيس ترامب ما راح يقول والله الوضع خارج عن السيطره، اكيد بده يقول انه الامور يعني عم تتحسن. لذلك يعني يتم استخدام خطاب مثل نحن متقدمون والامور تحت السيطره. الهدف هو طمأنة اسواق اقتصاديه ومنع الذعر، خصوصا ارتفاع اسعار النفط وعامل تصعيد كبير يعني، وهذا يضر بشكل عام، يضر الاقتصاد العالمي وكمان ايضا يؤثر على الداخل الامريكي سياسيا. لذلك الخطاب الرسمي يقول تهدئة السوق حتى لو كان الواقع عكس ذلك. احيانا يتم التقليل من خطورة الوضع لإبقاء باب التفاوض مفتوح. امريكا لا تريد حرب برية مع ايران، ولا تريد تكرار سيناريو العراق، وإيران أيضا لا تريد مواجهة مباشرة مفتوحة مع أمريكا، لأنها تعرف فرق القوة الجوية بينهما، يضربون بعض لكن تحت سقف معين. صدام حسين اعتقد في مرحلة الحرب، بداية الحرب قبل الحرب الإيرانية، اعتقد أنه إيران ضعيفة بعد الثورة وتسقط بسرعة. لكن ماذا حدث؟ استمرت الحرب 8 سنوات وإيران بالنهاية لم تسقط، بل تحولت إلى حرب استنزاف. نفس العقلية تتكرر اليوم. بعض المحللين يقولون هناك افتراض غربي أن الضغط العسكري سيكسر إيران سريعا، لكن تجربة التاريخ تقول إيران لا تنهار بسرعة بل تتحمل، وهذا ما يؤكده فالي نصر دائما. النظام الإيراني مصمم للبقاء تحت الضغط. نعم، إيران تتجنب الحرب الشاملة لكنها تستعد لها في نفس الوقت، تقوم بتطوير صواريخها وتعتمد على الحرب الغير المباشرة وعلى الاستنزاف الاقتصادي وعلى إغلاق مضيق هرمز. يعني أنها لا تريد الحرب لكنها جاهزة إذا فرضت. إذن لا أحد يريد الحرب الشاملة، لكن الكل يقترب منها تدريجيا. والسيناريو الحالي أخطر نوع، تصعيد بدون نية حسم سريع. والمشكلة هنا ليست أن الحرب ستبدأ، المشكلة أنها بدأت بالفعل ولكن بدون إعلان كامل. الآن أريد أن نذهب إلى الشأن الكردي. طبعا الكرد، بالنسبة للكرد المشكلة الأساسية أنه لا يوجد بديل موحد للنظام. مثلا لم يكن هناك بديل لبشار الأسد، وبشار الأسد نفسه قال بديلي هم الإخوان المسلمين والحركات التكفيرية، قالها قبل أن يبدأ الربيع العربي يعني. وعندما كنا صغارا، عندما كنا نتمعن هذا الشعار عهدنا نتصدى الإمبريالية والصهيونية والرجعية ونسحق أذنابهم المتمثلة بعصابة الإخوان العميل، عرفنا أن دائما النظام السوري كان يتمسك بهذا الرتم وهذا الإيقاع. كان يقول بديلي هم الإخوان وهم التنظيمات السلفية، وبالفعل حدث ذلك. والبديل هو التنظيمات السلفية، هو البديل هو جبهة النصرة. جبهة النصرة التي كان لبشار الأسد يد في إنشائها، لأنهم أرادوا إنشاء هذه الجبهة استجابة لحاضنة التطرف الموجودة أصلا في داخل هذه المجتمعات المسمى مجازا المجتمعات السورية، وهي مجتمعات غير متجانسة وتكاد تكون هي أعشاش دبابير للتطرف الإسلامي. جبهة النصرة صنيعة بشار الأسد، وذلك لأن لمست بأن الدور سيأتي عليها ما بعد العراق، وبالفعل حدث ما حدث. والآن أفضل البديل الذي حضره بشار الأسد والمتمثل بجبهة النصرة، والذي كان الجولاني أحد مجاهديها، اليوم يذهب إلى السلطة، وهو البديل عن بشار الأسد. إذن نسقط هذا المجهر أو هذا المثال على الوضع الإيراني. المعارضة بلا مركز، وهناك انقسام بين المعارضة، بين الليبراليين الذين يعيشون في الخارج، وبين الملكيين أبناء أو المؤيدي الشاه وابنه، وبين اليساريين
المتمثل بتنظيم الكملة وحزب الحياة الحرة الموالي أو جناح الجناح العسكري لحزب عثمان الثاني. والنتيجة حسب مراكز مثل لو ضعف النظام لا يوجد طرف جاهز لاستلام السلطة. الحرب لم تشعل انتفاضة واسعة حتى الآن، رغم الضربات لم يحدث انهيار داخلي شامل، والاحتجاجات محدودة ومجزأة. إذا الخوف من الفوضى مثل العراق وسوريا جعل كثير من الإيرانيين يترددون. النظام طبعا بطبيعة الحال يستفيد جزئيا من هذه الحرب، يستخدم خطاب الدفاع الوطني ويقمع المعارضة بسهولة أكبر تحت ذريعة الحرب، وهذا شيء توقعه محللون كثر. الحرب الخارجية تقوي غالبا الأنظمة داخليا مؤقتا على الأقل. نأتي إلى الكرد وهم الجزء الحقيقي من التعقيد. الكرد هم الأكثر جاهزية عسكريا. نرى فصائل مثل حزب الحرية الكردستاني وتنظيم الكملة وحزب الديمقراطي الكردستاني وهو المؤسس من قبل عبد الرحمن قاسملو الذي اغتيل في النمسا على يد أحمدي نجاة بالتحديد. طبعا لدى القوات العسكرية الكردية أو الفصائل الكردية في شرق كردستان خبرة قتالية وقواعد في الجبال ودعم لوجستي يصلهم عبر الحدود من كردستان العراق. لذلك هم الوحيدون القادرون على تحويل الفوضى إلى تمرد مسلح فعلي، لكن الجغرافيا للأسف تقيدهم. نشاطهم محصور فقط في غرب إيران كردستان. صعب جدا أن يتوسعوا إلى طهران وإلى المدن الكبرى. لذلك المحللون يقولون يمكنهم إزعاج النظام لكن لا يمكنهم إسقاطه. هنا نأتي إلى العامل الحاسم وهو العامل الخارجي. هل يحصلون على دعم خارجي؟ هذا أهم سؤال الآن. السيناريو الذي يناقشه المحللون إذا دعمتهم أمريكا وإسرائيل قد يتحولون إلى جبهة داخلية خطيرة، لكن هذا الخيار حساس جدا لأنه قد يؤدي إلى تفكيك إيران وستكون هناك ردود فعل إقليمية كرد الفعل التركي. لذلك التحليل الواقعي يقول هنا بأن الدعم سيبقى محدودا وغير علن. مشكلة الكرد الكبرى هنا ليست عسكرية لنكون واقعيين، بل مشكلة سياسية. لا يوجد حتى الآن مشروع سياسي كردي موحد. هناك البعض يطالب بالاستقلال والبعض يطالب بالحكم الذاتي والبعض يطالب بالفيدرالية وانقسام بين الأحزاب نفسها. الكرد أقوياء في الميدان لكنهم مشتتون سياسيا للأسف. ربما يستمر الوضع الحالي على ما هو عليه. الكرد ينفذون هجمات محدودة ولا انتفاضة شاملة، لكن هذا يمثل للنظام الإيراني الحالي إزعاجا لكنه لا يكسره. ولربما يكون هناك تصعيد كبير كسيناريو مثلا، وتتوسع العمليات الكردية ويتحولون بالفعل إلى عامل استنزاف حقيقي. لكن السيناريو الأخطر هنا أن يكون هناك انهيار جزئي للنظام الإيراني وأن يعلن الكرد بدورهم الحكم الذاتي، وهذا قد يشعل تركيا مجددا ويشعل العراق ويؤدي ذلك إلى صراع إقليمي واسع. بشكل عام هذا ما نستخلصه من كل هذا الحديث أن المعارضة الإيرانية بشكل عام ضعيفة ومقسمة، لكن الكرد هم الأكثر تنظيما من الناحية العسكرية، لكنهم وحدهم غير قادرين على إسقاط النظام. الحقيقة الذي ربما نتفق عليها كلنا هو إذا سقط النظام فلن يكون بسبب المعارضة وحدها، بل بسبب ضربة خارجية وانهيار داخلي معه. نعم، هناك كثير من الأصوات في واشنطن حول إيران. الجميع متفق على أن المعارضة الإيرانية مفككة وغير جاهزة للحكم، والكرد وغيرهم وحدهم لن يستطيعوا تغيير النظام. أي تغيير حقيقي يحتاج انقسام داخل النخبة الحاكمة بذاتها، والمشكلة ليست في إسقاط النظام. رأينا أن الجميع في سوريا كانوا يلهثون ويحلمون ببشار أسد مخلوع
لكن ماذا حدث بعد سقوط بشار الأسد؟ هنا المشكلة، ونحن نخشى ذلك في إيران. نعم، المشكلة ليست إسقاط النظام، بل ماذا بعده. الحرب كما نرى قد تقوي النظام داخليا مؤقتا، والكرد غير قادرون على الضغط وحدهم، لكن تأثيرهم محلي وليس وطني. صحيح أن إيران ليست سوريا، والانهيار ليس سهلا، لا توجد معارضة موحدة يمكن الاعتماد عليها. دعم الأقليات لن يغير ميزان القوى جذريا كما يعتقد البعض، والرهان على ثورة داخلية سريعة وهم يجب التخلص منه أو يجب التخلي عنه. طبعا الكرد عنصر مهم، لكن تحركاتهم محدودة جغرافيا ولا تشكل تهديدا وجوديا للنظام. إذا تزامن تمردهم مع الانهيار الاقتصادي أو الانقسام الداخلي ممكن، لكن من دون ذلك لن يحدث. يعني ماذا يعني أن يستنزف النظام؟ الحسم في المركز في طهران، المعارضة في الخارج منفصلة عن الداخل، والكرد لديهم قضية حقيقية، لكنهم لا يمثلون كل إيران. إيران كبيرة مساحتها 90 مليون، أي تغيير يجب أن يكون شاملا وليس إثنيا. النظام لا يزال قويا أمنيا وقادر على احتواء التمردات الكردية والاحتجاجات. التهديد الحقيقي للنظام ليس في الأطراف، بل إذا تصدع من الداخل. نعم، إذا لو جمعنا كل ما يقوله المحللون، هم متفقون كليا على أن المعارضة ضعيفة والكرد أقوى عسكريا، لكنهم غير قادرين على إسقاط النظام فقط، بجملة واحدة. والحل؟ ما هو الحل؟ يعني الحل سياسيا لا يستقيم هذا السؤال في السياسة. لا حل، هناك دائما لا، يعني الحل يفرضه الأقوياء دائما. بالضبط. طيب الوضع الحالي كيف عم يأثر على الكرد في سوريا والعراق؟ والله الكرد في سوريا يعني منشغلون بهمهم الأخير. يعني بعد اتفاق 29، قبل اتفاق 29 والخيانة الأمريكية، أجبرنا على الجلوس مع أبو محمد الجولاني والاتفاق على اتفاق عنوة تحت مسمى اتفاق 29 يناير. هذا الاتفاق أرغمنا على توقيعه، أرغمنا على الجلوس، ونتيجة بيع أمريكا لنا، نتيجة قلنا بدلا من أن نمحى وتنتهي هذه الإدارة كليا، أن نحافظ على ما تبقى منها. ما حدث في سوريا أو مع الكرد كان طعنة أمريكية بامتياز، وبالتالي خابت آمال الأقليات. كانت تعتبرنا سندا وظهرا، لكننا بقينا بلا ظهر، وبمعنى آخر تركنا لوحدنا. وهذه الخيبة بتنا نعاينها، وبات الجميع يعاينها. يعني أتذكر كثير من أصدقائي من العلويين، من الدروز، حتى من المعتدلين الليبراليين من الطائفة السنية، جميع يعني عاش هذه الخيبة معا. هذا التعاطف الواعي يعني يمكن البناء عليه، رغم أن صوت خطاب الكراهية أقوى من هذه الأصوات أو من هذا التعاطف. نعم، الدعم الأمريكي للكرد كان تكتيكي ضد داعش وليس استراتيجيا طويل الأمد. يعني بمعنى التحالف لم يكن كان تحالفا مؤقتا، ولم يكن هناك التزام دائم. ترامب كان يقول أن الكرد حاربوا لأجلهم ولم يحاربوا فقط من أجلهم. يعني تخيل هذا ما قاله. لم تعد تغيرت الأولويات الأمريكية من سوريا إلى الصين، روسيا، إيران، وأمريكا تجنبت الصدام مع تركيا التي كانت تعتبر الدول الكردية تهديدا مباشرا. لذلك واشنطن دائما تمشي على
هذا الخيط الرفيع، تدعم لكن بدون استفزاز أنقرة بشكل كامل. أمريكا لا تريد حرب جديدة مفتوحة في سوريا، خصوصا بعد تجربة العراق وأفغانستان. يعني مصطلح الخيانة أيضا هو مصطلح عاطفي لا يستقيم مع السياسة، لكن الفكرة نفسها موجودة بصياغة مختلفة. القوى الكبرى دائما تستخدم الفاعلين المحليين ثم تعيد تموضعها عندما تتغير مصالحها. لا يوجد حلف دائم، بل هناك تقاطع مصالح مؤقت. الخيار لم يكن خيار نصر أو هزيمة، هو خيار تنازل مؤلم، وهذا ما يعيشه الكرد حاليا. وهناك سؤال يطرق البال: هل ما حدث مع الكرد في سوريا سيحدث مع الكرد في إيران؟ نعم، المحللون تقريبا أغلب المحللين متفقون، يقولون نعم، وقد يتكرر بنفس النمط: دعم محدود واستخدام كوارق الضغط ثم إعادة ضبط حسب المصالح الكبرى. والسياسة طبعا ليست أخلاقية، ولا يوجد استقرار في السياسة، هي مثل أسعار البورصة، وهي ليست لعبة حلفاء دائمين، بل هي شبكة مصالح تتغير بسرعة. وبالنسبة للكرد في سوريا أو إيران، القوة الذاتية على الأرض هم أهم من أي ضمان خارجي. حتى بعض المقاتلين يقولون: أيها الكرد، ماذا دهاكم؟ نحن موجودون، نحن المرابطون موجودون، لا تقولوا تحالف وغيره، نحن على الأرض واستعينوا بنا، نحن سندكم وكونوا سندنا. وبالفعل هذا لم يكن كلاما عاطفيا. بمعنى آخر، حينما لا تكون لديك قوة على الأرض، الدول الكبرى أيضا لن تعقد اتفاقاتها معك. وهذا يعني لماذا مثلا ترك العلويون بمفردهم لم سلموا أسلحتهم وبقيوا بلا سلاح؟ إذا من سيمد اليد إليهم بعد أن تركوا السلاح؟ نعم، الدروز لم يقعوا نفس الخطأ الذي ارتكبه العلويون، لكنهم أيضا طعنوا، أيضا تم الغدر بهم، لكن وضعهم أفضل قياسا مع الوضع العلوي. يعني ما حدث مرير، وكل منا يدفع فاتورة تموضعه الجغرافي بطريقة أو بأخرى. طيب، هناك من يقول أنه فعلا كان في محاولات جادة من قبل أمريكا وإسرائيل لتجنيد الكرد، ولكن ما حدث في سوريا كان سبب رئيسي أنه قالوا له نفتح الله، ما عاد في ثقة، خلاص انكسر، في شيء انكسر بين الكرد والتحالف بشكل عام، وبشكل خاص أمريكا بالدرجة الأولى، لأنه تعتبر إسرائيل عمليا ما فيها تقول لا لأمريكا. فهل تعتقد أنه في أزمة ثقة بين الكرد والولايات المتحدة حاليا؟ طبعا بالطبع هناك أزمة ثقة. يعني طلب من الإسرائيليون وطلب من الأمريكان، طلبوا من القوى الكردية أن تتدخل وأن تتحرك، لكن كما يقال: لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين. نعم، نحن مستعدون لأن نفعل ذلك وأن نحقق. نحن الذين نعاني، ونحن أصحاب القضية، ونحن الذين ننتظر الفرص ونتصيدها. ولكن هل هناك ضمانات سياسية؟ لم يقدموا للكرد أي ضمانات. مثلا الكرد كانوا دائما يرون العلاقة شراكة، بينما واشنطن كانت تراها تحالفا مؤقتا، وهنا حصل الانكسار الحقيقي. المشكلة ليست أن أمريكا غدرت فحسب، بل إن التوقعات كانت أعلى من الواقع. الكرد راهنوا على التزام طويل، على شراكة طويلة الأمد، بينما أمريكا لم تعد بذلك أصلا. ماذا تغير بعد ذلك؟ قبل ما حدث في الآونة الأخيرة كانت هناك ثقة عالية، وكان هناك تنسيق عسكري وسياسي قوي، وشعور بأن هناك مظلة حماية. لكن بعد ما حدث بات الحذر الشديد هو سيد الموقف، وبات هناك شك من أي وعود، باتت هناك قرارات مبنية على أسوأ احتمال.
وهناك تحول واضح من الاعتماد على واشنطن إلى تنويع العلاقات مع دمشق، مع موسكو، أو القبول بتسويات كنا نرفضها سابقا. بمعنى الواقعية القاسية فرضت نفسها. طبعا العلاقة لن تعود كما كانت، هذه حقيقة، لكنها قد تستمر بشكل عملي. يعني سيكون هناك تعاون عسكري محدود، وربما سيكون هناك تنسيق عند الحاجة بدون ثقة سياسية حقيقية. في دوائر أوسع ما حدث أصبح يستخدم كدرس. محللون مثل ستيفن فالت يرونه مثالا على حدود الاعتماد على القوى الكبرى. هناك أزمة ثقة حقيقية، وهذه الأزمة أثرت على مجمل الحسابات الكردية، لكن أمريكا لم تغير سياستها، بل الكرد اكتشفوا طبيعتها الحقيقية. صحيح أن العلاقة لم تنتهي تماما. يحاول لينسي غراهام العزف على وتر قانون حماية الكرد، وهذه رسالة أننا لم نتخلى عنكم تماما، لكن العلاقة لن تعود كما السابق. نعم. طيب السؤال الآخر اللي أنا دائما بنطرح، يعني بالنسبة لي أنا بيني وبين نفسي، يعني هو مبيني من البداية إنه هذا الزلمة جاي لمهمة، جايبينه مرتبينه ومزبطينه وحاسبين حساب هاليوم، حاسبين حساب إنه هن بدهم يدخلوا حرب مع إيران، وما في غير إنه يجيبوا هالعصابات السنية المسلحة الجهادية التكفيرية، لأنه هن أفضل ناس ممكن يوقفوا بوجه حزب الله والحشد الشعبي. المسألة حرب طائفية 100%. طيب القوات الكردية أو قسد بشكل عام في سوريا من البداية قالت لهم أنا ما بدخل الحرب، يعني القصة صارت مبينة، أنا ما بدخل الحرب. طيب هذا ما كان يعني وبشكل واضح أنه هن رح يتخلوا عنهم بالنهاية. أنا ما عم أقول هن أخطأوا، هو موقف سليم، هن ما شغلتهم، هن دافعوا عن أراضيهم، دافعوا عن أهلهم ضد داعش، وخصوصا بكوباني. هن من حق الكرد في سوريا أنهم يرفضوا يحاربوا ويدخلوا بمعارك طائفية. بس أنا اللي السؤال أنه ما كان لازم يتوقعوا اللي صار، أو حتى على الأقل ينسحبوا بشكل مبكر وبشكل علني أنه يا ناس يا هو ما راح يصير في صلح ولا راح يصير في اندماج، هدول جماعة تكفيريين جايين يحاربوا جماعات أخرى ونحن مالنا بهالمعركة، ويحاولوا بس يحافظوا على مناطقهم من دون ما يصير دخول عسكري أو يصير تفاوض، يصير في انسحاب. يعني أنا بشوفها أنه كان في التكتيك اللي صار كان لازم يكونوا أذكى من هيك. القيادة العسكرية والسياسية لقسد كان لازم تكون أذكى من هيك، وما كان لازم يصير اللي صار. بجوز كون أنا غلطان، ما بعرف إذا بتأيدني ولا بتوافق مع كلامي. تفضل. هلا بالنسبة لدور الإسلام السياسي أو جماعات الإسلام السياسية، أمريكا ما بتسرق فيها لأمد طويل. هي جماعات يعني معتادة يعني على الكر والفر، ومعتادة على هاي الحياة. فهي حتبلي حسنا من ناحية تتمسك بالسلطة حتى آخر نفس، وتتنازل عن كل شيء من أجل أنه تبقى في السلطة. طبعا السياسة الأمريكية في سوريا كانت عبارة عن ردة فعل أكثر من أنه هي استراتيجية طويلة وواضحة. يعني لم يكن هناك سيناريو مكتوب من البداية، بل قرارات تتغير حسب الإدارة وحسب الضغط الداخلي وحسب الوضع الميداني. طبعا موضوع استخدام قوى سنية ضد إيران ومحورها، بعض دوائر القرار الأمريكية بتقول أنه إضعاف حزب الله ومواجهة النفوذ الإيراني هم أحد أولويتين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يمكن لهذا تم وضع جبهة النصرة وهي تحرير الشام في الواجهة، لأنها أقدر على مواجهة النفوذ الشيعي المتبقي في المنطقة. تدعم هيئة تحرير الشام المتصدرة للحكم في دمشق من أجل أن تضعف وكلاء إيران والنفوذ الإيراني. محللين مثل
فواز جورجيس يحذرون من اللعب على الخط الطائفي، كان كل ذلك كان نتيجة للفوضى، ولم يكن هناك خطة أمريكية نظيفة ومباشرة. بمعنى الطائفية هنا استخدمت بتوحش بشراسة، لكنها لم تكن خطة محكمة بالكامل. لماذا يبدو كأن ما يحدث الآن هو سيناريو محسوب من البداية؟ لأن النتيجة تعطي هذا الانطباع، النتيجة النهائية تعطي هذا الانطباع. تراكم القرارات، بعض المحللين يشرحون تراكم القرارات الصغيرة وتغير الأولويات والانسحاب التدريجي، كل ذلك يعطي شعور أن كل شيء هو مخطط له منذ البداية، لكن هو مسار فوضوي أكثر مما هو مخطط محكم. إذا القوى الكبرى تدعم الحلفاء طالما يخدمون مصلحتها، ثم تعيد الحسابات. بمعنى في السياسة لا توجد ضمانات دائمة في السياسة الدولية، ولا يعني ذلك أنها خيانة مخططة، بل انتهاء الحاجة، وانتهاء الحاجة يفضي إلى تغير السلوك. طبعا هناك رأيان. رأي يقول أمريكا كانت واضحة من البداية، أن أمريكا تاريخيا لا تبقى طويلا، وتحالفها دائما تكتيكي مع حلفائها. ورأي آخر يقول أن التحرك الأمريكي أو السياسة الأمريكية في المنطقة لم تكن واضحة، لأن حجم الدعم العسكري والخطاب السياسي خلق توقعات أعلى بكثير، بمعنى أن الكثيرين خدعوا ربما بالتصريحات الأمريكية التي كانت تأتي بين وأخرى، وهذه التصريحات كانت عبارة عن خداع إعلامي لمن يراهن على السياسة الأمريكية. لم يكن هناك مخطط بسيط من البداية، لكن كان هناك استعداد دائم لتغيير التحالفات، وما حدث هو نتيجة سياسة براغماتية باردة. نعم صح، هذا الكلام سليم الحقيقة، يعني مع الأسف، ولكن السياسي مشكلة الحقيقة. يعني المصالح الدول العظمى ما بيهمها غير مصالحها بالنهاية، يعني إذا زبطت مصالحك مع مصالحهم تمشي أمورك، أو إنه بدك أنت تحط مصالحك مع مصالحهم بغض النظر عن النتائج. وهذا هو حال معظم الأقليات بسوريا حاليا، يعني هذا وأنا بفهمه 100%، لأنه أنا لو كنت موجود هناك كنت بتصرف نفس الشيء. يعني أنت لما ما عندك خيار ثاني، يعني بدك تختار، يعني بدك تختار التعامل مع جبهة النصرة، يا بدك توقف مع أعداء جبهة النصرة. إذا كان هذا العدو تبع جبهة النصرة اليوم متحالف معه، بدك تقس شو قدامك، يعني شو طالع بإيدك، يعني بدك أنت تتراجع. فعمليا هو اللي صار ما كان أفضل، يعني ما كان أفضل من هيك، ممكن يصير صعب، يعني لم يكن بالإمكان أفضل مما كان مثل ما بقول. ولكن إنه منين نحن لوين بدنا نوصل، الحقيقة المسألة ضبابية تماما. يعني أنا كثير ناس بيسألوني وين وكيف وكذا، لك والله يا عمي والله ما لنا شايفين شيء. يعني كنا ببداية الأزمة من أول 7 أكتوبر كنا نشلف شلف، العمى يطلع هذا الشلف اللي كنا نشلفه مزبوط عم يصير، يعني صارت مثل أفلام كرتون بالنسبة لي أنا بالذات. يعني أنا أول يوم بيوم 8/10/23 كنت لايف، أول لايف بنطلعه أبدا، يعني كان أول مرة بستخدم الستريم يارد، وحكيتها قلت بدهم يتهجروا الشيعة من جنوب لبنان وبده يصير في منطقة عازلة، وحتى قلت إنه الضفة الغربية بدها تتهجر. يعني أنا كنت لسه متوقع إنه الضفة الغربية تتحرك، يعني وإنه هاي الحرب رح تكون حرب عالمية تنتهي بنهاية إيران. يعني توقعتها هيك، لأنه بس كانت بالنسبة لي مثل فيلم كرتوني، يعني إنه والله هاي هي إنه اللي صار تقريبا يعادل 11 سبتمبر، هيك أنا أخذتها. أنا امبارح شبهت إنه وضع إيران مثل وضع الحقبة الأخيرة للاتحاد السوفيتي. هلا موضوع بعد ما انتهى علي خامنئي أزيح، يعني خلاص وضع إيران صار مثل وضع الاتحاد السوفيتي. هذا يمكن علي مشتبه شو راح يعمل، راح يعمل مثل سياسة غورباتشوف، سياسة البناء الجديد. هاي البناء الجديد راح تؤدي لتفكك إيران وإضعافها يمكن.
اي هلا اللي بده يجي اذا كانوا بدهم يحافظوا على النظام، اللي بده يجي بده يرقع. بس شو بده يرقع ليرقع؟ يعني بلد منهار، لا في اكل، لا في مي، ما في زراعه، ما في مياه جوفيه، الطرقات بطهران عم تهبط لانه نشفوا المياه الجوفيه واهدروها بشكل غير عادي. طريقة السقاية بالترعة، يعني طريقة السقاية بالساقي، يعني نعمل ما كانوا يسموها. انت عندك مي، عملت سد، بدك تحافظ على هاي المي، فبده يكون في عندك اقتصاد، بده يكون في عندك خطة اقتصادية انك تحافظ على هاي المي. لا، هن فاتحينها انه لا نحن عملنا سدود، يعني عقلية ولا أسوأ ولا أتفه من هيك. ومثل ما بتفرق كثير عن عقلية الجولاني لما بيحكي بالاقتصاد. يعني هن اصلا ناس جايين، يعني هدول الحاكمين هن مانن بهالخبرة الكافية ولا انهم فهمانين شو عم يعملوا. خربوا البلد، ايران ما بتتصلح. واليوم اللي بفكر كمان انه سوريا هيك بتتصلح كمان بيكون غشيم. انت مو بس بدك تصلح الاقتصاد، بدك تصلح النفوس. بدك جيل جديد ما يكون مؤمن بالرشوه والسرقه والقلق. هذا شد بده ياخذ كم سنه، كم جيل بده ياخذ لحتى يتحسن. الوضع سيء جدا يعني. ولا مثل ما تفضلت انه اذا جابوا حدا يحكم بده يخربها، ما راح يصلحها. بالضبط. هلا امريكا عندها استراتيجيه تحالفات الضروره، يعني الدول واحيانا جماعات تتحالف ليس مع من تحب بل مع من تحتاج. هذا موضوع جلب احمد ابو محمد الجولاني احمد الشرع حاليا، انه يكون البديل. يعني اكيد امريكا تعرف انه كان راسه مطلوب وكان شخص يعني مقاتل عنيف ضد الولايات المتحده، وعمل تفجيرات وقتل جنود امريكان. لكن امريكا معتاده وتتحالف مع طرف كنت ضده بالامس. يعني اذا اليوم يخدم مصلحتك فتتحالف معه، ليش لا؟ هذه النقطه يعني كثير ناس ما بتفهمها، لانه حتى لو كان مفيد لحظيا، لانه بعض التحالفات صحيح تقوض الشرعيه، تخلق عداوات طويله الامد. الضروره قد تفرض التحالف، لكنها لا تضمن نتائجه بالضروره. الاقليات دائما بكل مكان لا تملك عمق استراتيجي ولا قوة كافية لوحدها، لذلك تجبر على اللعب بين القوى الكبرى أو التحالف مع أطراف متناقضة. يعني الحالة إذا كان عدوك صار حليفك، هذا يسمى في السياسة توازن تهديد. يعني تختار الطرف الذي يشكل تهديدا أقل لك حتى لو لم يكن جيدا. التحالفات المؤقتة صحيح تتحول أحيانا إلى فخ، وتعتمد على طرف ينسحب وتتحالف مع طرف يصبح عبئا، وتدخل صراع لا تستطيع الخروج منه. بعض التحالفات في سوريا كانت حلولا قصيرة الأمد، لكنها صنعت مشاكل طويلة الأمد، مثل ما حدث بدايات استلام الجولاني. يعني عمل مذابح بالعلويين، عمل مذابح بالدروز، توجه إلى مع العشائر، توجهوا باتجاه الكرد. يعني هذا يعني الغاية من جلب هاي الجماعة هو تخريب البلاد، قضاء عليها قضاء مبرم. طبعا لا يوجد خيار نظيف، لكن هناك تحالف اضطراري محسوب. التحالف أو بمعنى تأهيل هيئة تحرير الشام لتصبح الحكومة هو تحالف اضطراري محسوب، والمصالح بالنهاية هي التي تحكم، وأحيانا تضطر تتحالف مع طرف لم تكن تريده من الأساس. لكن ليس كل ما هو مفيد الآن سيكون آمنا لاحقا. في مناطق الصراع طبعا لا يتم الاختيار بين الخير والشر، بل بين المخاطر.